السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئ العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالنصر يا رب. والله هذا ثالث رمضان ونحن نصوم في الثورة، وبإذن الله هذا رمضان منصورين. والله 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 8 أيام ما دخل بيتي رغيف خبز. وأناشد الأمة الإسلامية، أناشد الأمم الإسلامية، أناشد أمة محمد، أناشد الملوك ورؤساء العرب أن ينظروا على أطفالنا، أن ينظروا على نسائنا، على أيتامنا. والله النساء تبكي جوعا وجاء رمضان، والله ما عندي رغيف في بيتي، والله ولا تمر، والله ولا غذاء، والله الحليب مقطوع، الدواء مقطوع، ما في خضرة عنا إلا نزرعهم في بالبرية عنا. كل واحد عنده شوية أرض، مازوت غالي، كهرباء ما في، والله الكهرباء من 6 شهور ما عنا نور كهرباء. أناشد الأمة العربية، أناشد الأمة العربية، أناشد الأمة العربية، أناشد المتخاذلين علينا والذين يتعاونوا علينا. شكيناكم إلى الله، شكيناكم إلى الله، شكيناكم إلى الله. أولادنا تموت جوعا، نساؤنا تبكي على أطفالها، ما في حليب عنا للأطفال، ولا في أدوية، ولا في شيء من الأشكال. لماذا تتخاذل عنا الأمم؟ لماذا تتخاذل عنا الأمة العربية الإسلامية؟ مشكور إلى الله، أشكوكم إلى الله، أشكوكم إلى الله. كل إنسان يتخاذل علينا، والله ليلا ونهارا القذائف تنزل علينا، ليلا نهارا تتنزل على ريف دمشق، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.